ما حصلكش قبل كده انك قعدت فترة كبيرة تتعب وتجري ورا حاجة انت هتموت عليها وربنا كرمك فعلا ووصلت لها، كنت مبسوط بيها جدا، وبعد وقت فقدت الشغف ناحيتها او اتعودت عليها ولقيت نفسك مش مبسوط بيها وبتسعى ورا حاجة اكبر منها؟ طب ما سمعتش قبل كده عن الممثل او الراجل المشهور جدا اللي انت كنت واخده مثل اعلى في حياتك وشايفه ان هو من اشطر وانجح واسعد الناس كمان، وصحيت في يوم اتفاجئت بخبر انتحاره، ان هو قرر ينهي حياته وينتحر برغم الحاجات الهائله اللي هو عاملها سواء من شهره او من فلوس او من نجاح؟ تعال اقول لك السبب. شايفين الراجل ابو شنب ده اللي كل ما تفتح الفيسبوك تلاقيه في وشك؟ الراجل ده اسمه فريدريك نيتشه، واحد من اشهر الفلاسفه اللي جم في التاريخ. اتولد في 15 اكتوبر في 1844 ومات في 25 اغسطس 1900، يعني عاش بتاع 55 سنه كده. في ال 55 سنه دول الف كتب كتير وناقش قضايا فلسفيه كتير، منها معضله النهارده وهي معضله المتعه والألم. نيتشه في كتابه The Joyful Science بيقول But what if pleasure and displeasure were so tied together that whoever wanted to have as much as possible of one must also have as possible of the other, that whoever wanted to jubilate up to the heavens would also have to be prepared for depression and to death. طب تعالى افهمك ببساطه كده هو يقصد ايه. ماذا لو كانت المعاناه والمتعه مرتبطين ببعض لدرجه ان اللي عايز ياخد اكبر قدر من واحده فيهم لازم يبقى عنده الاستعداد ان هو ياخد اكبر قدر من الحاجه التانيه؟ يعني عايز تاخد اكبر قدر من المتعه لازم يبقى عندك استعداد انك برضه في نفس الوقت تاخد اكبر قدر من الالم، وان اللي عايز يرتفع للسماء من السعاده لازم يكون مستعد للاكتئاب حتى الموت. ده ايه الكلام الاسود ده؟ نيتشه بيقول ان المتعه والالم وجهين لعمله واحده اسمها الرغبه. المتعة بتيجي لما بتحصل على الشيء اللي انت عايزه، ولكن الرغبة في انك تمتلك شيء ده معناه انك مش بتمتلكه دلوقتي، وادراك انك مش بتمتلك الشيء ده دلوقتي امر مؤلم ليك، وبالتالي هتفضل في مرحلة الالم دي طول ما انت بتعافر وبتسعى انك تمتلك الشيء ده لحد ما تحققه. وهنا هتجيلك المتعة اول ما تمسك الحاجة دي في ايديك، حققتها وهتتبسط بيها، هتبتدي مع الوقت تتكيف مع وجودها، واحساس المتعه والسعاده اللي انت كنت حاسس بيه في الاول مع الوقت هيبتدي يقل لغايه ما يبقى احساس عادي، ومن هنا هتبتدي تدور على حاجه تانية، سواء حاجه شبه الحاجه اللي انت لسه هتحصل عليها دلوقتي او حاجه اعلى منها. يعني مثلا ربنا كرمك وجبت عربيه نيسان صني، بس بعد وقت لقيت انك بتسعى انك تجيب عربيه بي ام دبليو، او انك تبتدي تدور على شيء جديد، اصلا جبت عربيه نيسان صني بس بعد كده لو نويت في دماغك انك تجيب يخت. لو تلاحظ هنا انت دخلت في دايره مفرغه من المتعه والالم. عوزت حاجه، تعبت فيها فجات لك، اتبسطت بيها شويه، انبساطك اتحول لتعود، ابتديت تسعى لحاجه اكبر، قدرت تحقق الحاجه الاكبر، وهوب هتلاقي نفس الدايره اللي حصلت بالظبط لما حققت الحاجه الاولانيه بتتكرر معاك عند تحقيق اي حاجه تانية. ومن هنا هتدخل في مرحله الفراغ. هو انا بجري ورا ايه؟ هو انا مش مبسوط باللي عندي ليه؟ نيتشه جه في اخر الكتاب وقال Since I grew tired of the chase and search, I learned to find. And since the wind blows in my face, I sail with every wind. يعني بالبلدي كده نيتشه بيقول لك ان هو تعب من فكره البحث ومطارده الاشياء باستمرار، وتعلم ان هو يلاقي ويتبسط اللي موجود معاه دلوقتي ويسيب نفسه مع التيار. ادراك الفلسفه بتاعت نيتشه دي على الاقل هيخليك تتجنب انك تدخل في الدايره المفرغه دي اللي لو دخلت فيها هتزعل ومش هتتبسط باي حاجه توصل لها. هيخليك كمان تدرك انه لا مفر من انك تختبر المتعه والالم مع بعض، ده حل الدنيا. هتتبسط بحاجه جديده وقدامها هتفقد حاجه قديمه. هتعيش مبسوط في وقت ما من حياتك، وهيجي عليك فترة مش هتبقى في أحسن حالاتك، بس عادي. أول ما هتدرك إنك حققت حاجات جميلة دلوقتي في حياتك موجودة، ساعتها هتستعيد التوازن بتاعك من تاني، إنك تتبسط باللي في إيدك دلوقتي اللي أنت تعبت فيه وحققته دلوقتي، بجانب القدر من المعاناة والألم اللي لازم يبقى موجود عشان دايما توصل للحاجة اللي أنت عايزها. فدايما بنقول الحمد لله على اللي موجود، بنقدر قيمة الحاجة اللي معانا دلوقتي، وبنفتكر قد إيه من وقت ممكن ما يكونش بعيد قوي احنا ازاي كنا هنموت على الحاجه اللي معانا دلوقتي. ده مش معناه انك ما تطمحش لحاجه اعلى واكبر، ولكن ده بيخليك دايما واعي ومدرك انك تتجنب انك تدخل في الدايره المفرغه اللي ممكن تخليك مش راضي عن اي حاجه في حياتك. لو عجبتك الفلسفه دي وعجبك الفيديو ممكن تعمل لايك وشير وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.